السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد ريفيجن سريع على اللي خدناه المرة اللي فاتت، وهنبدأ في ويدجت جديدة. المرة اللي فاتت خدنا المين فلاتر ويدجتس، خدنا الفرق ما بين الستيتفول والستيتلس، وعرفنا إن الستيتلس ويدجت هي أي ويدجت ملهاش ستيت، بمعنى أي ويدجت ما بتتغيرش عندي لما اليوزر ياخد أكشن في الران تايم. وعرفنا إن الستيتفول ويدجت هي أي ويدجت بتتغير لما اليوزر ياخد أي أكشن في الران تايم. وعرفنا إن أي widget عندي is a stateless widget لحد ما يثبت العكس. وعرفنا إزاي نفصل، نعمل customized widget أو نفصل الويدجت بتاعتنا عن الشاشة الرئيسية. وكمان عرفنا إن الماتيريال اب هي المين كونسبت، مين ديزاين كونسبت عندي، وهي اللي بتديني الانستراكشنز اللي انا بنفذها في الابلكيشن. ومين بينفذ لي الانستراكشنز دي؟ عرفنا ان اللي بينفذها هي السكافولد ويدجت. ماتيريال اب هي اللي بتديني الانستراكشنز الموجوده في الماتيريال ديزاين. وخدنا التكست ويدجت وعرفنا ازاي نغير في التكست ستايل، سواء نديله كلر، نديله فونت سايز، نديله فونت ويت، ايا كان. آه حطينا التكست ويدجت بتاعتنا في السنتر، علشان قلنا ان الديفولت بتاع اي ويدجت عندي بتبقى في التوب ليفت بتاع البيرنت بتاعها. ده كل اللي خدناه المرة اللي فاتت باختصار. وعرفنا تقسيمة السكافولد هو عبارة عن اب بار، بعدين بادي، بعدين فلوتنج اكشن بوتن او اكشنز. ده كل اللي خدناه المرة اللي فاتت. طيب. طيب جميل جدا. هناخد النهارده ويدجت النهارده اسمها الكونتينر ويدجت. طيب، ايه هي الكونتينر ويدجت باختصار؟ الكونتينر هو اطار بحط جواه الويدجت بتاعتي. طيب ليه بحط جواه الويدجت بتاعتي؟ عشان بتحكم في شكل الاطار براحتي. بمعنى كلمة احمد دي لو انا عايز اديها لون، ماشي، سي ان هي ملهاش لون اصلا، بس مش هدي احمد لون، انا عايز احط كلمة احمد جوه اطار. بمعنى عايز اخلي كلمة احمد حواليها برواز شكل صغير، والبرواز ده هديله كلر ايا كان ايه هو، فبحط احمد دي جوه كونتينر. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ بشيل التكست دي خالص، بكتب كونتينر، باجي ابص على الاتريبيوتس اللي جوه الكونتينر، لقيت تشايلد، لقيت كلر. التشايلد بتاعي هيكون طبعا عبارة عن تكست ويدجت اللي احنا خدناه من شوية. جميل. طيب لو جيت عملت رن، هلاقي ان مفيش حاجة اتغيرت، وده معناه حاجة من الاتنين. معناه، انا اسف، معناه ان الكونتينر بتاعي مش الديفولت بتاعه انه بنفس الكلر بتاع الباك جراوند. انا الكونتينر بياخد نفس الكلر بتاع الباك جراوند، علشان كده ما ظهرش عندي في الشاشة. طيب، علشان يبان عندي فالمنطقي والطبيعي ان انا هدي الكونتينر ده كلر. طيب، عشان اطلع الاتريبيوتس اللي عندي بدوس كنترول الت سبيس، عندي color foreground decoration height width. فعشان اديله color بختار اي color انا عايزه. الكالر اتريبيوت بياخد عندي كلاس من نوعين، يا اما بياخد كالر وبديله هنا الهكساديسمال، بديله انتجر فاليو عباره عن هكساديسمال، يعني مثلا 0 اكس اف 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 اف، وده مثلا بيمثل عندي اللون الابيض. يا اما بياخد كالرز دوت وبختار لون من الالوان اللي عندي. فانا مثلا عايز اخلي الكونتينر بتاعي جراي، دوست كده وعملت، لقيت ان الكونتينر بتاعي ظهر فوق الكلمة على أساس إنه جراي. طيب ليه الكونتينر بتاعي ظاهر بالشكل ده؟ عشان أنا الكونتينر بتاعي باي ديفولت بياخد حجم التشايلد بتاعه، وبياخد نفس لون الباك جراوند إلا لو أنا غيرتها. يعني هو دلوقتي خد الحجم بتاع أحمد، فليكن مثلا أنا كبرت التشايلد بتاعه، هلاقي إن الكونتينر كبر على أساس إن التشايلد بتاعه. طيب أنا لو عايز أخلي الكونتينر ليه ستايل بشكل عام، ممكن أديله هايت مثلا وليكن 200، وممكن أديله width وليكن 150 مثلا. جميل، هو كده خد هايت ويت. طيب احمد ليه طلعت فوق على الشمال؟ تعرف تجاوبني؟ لان باي ديفولت اي اليمنتس بيظهر عندي في التوب ليفت.
طيب حلو، انا اي element عندي بيظهر في التوب ليفت بتاع البيرنت بتاعها. يعني انا التكست، مين البيرنت بتاع التكست ويدجت؟ هي الكونتينر. فانا التكست باي ديفولت ظهرت في التوب ليفت بتاع الكونتينر. طيب انا لو عايز التكست ده اخليه يظهر في النص زي ما كان، هعمل ايه؟ عادي هستخدم سنتر. هراب التكست ويدجت بسنتر. يا اما همسح دول، او هاخدهم كات واستخدم سنتر ويدجت، وطبعا هديها تشايلد، والتشايلد بتاعها هيكون التكست ويدجت اللي احنا لسه ماسحينه، فبالتالي هتنزل في النص. يا اما بلا الهم ده كله، انا هاجي عند التكست ويدجت هعمل لها راب وذ سنتر، وطبعا هيديني نفس الشكل، مفيش اي مشاكل خالص. في مشاكل لحد هنا؟ لا تمام كويس خالص. طيب جميل.